الرجال الأحرار، هذا ما تعنيه كلمة الأمازيغ. وقد وردت هذه الكلمة في النقوش المصرية القديمة والمؤلفات اليونانية والرومانية. فمن هم الأمازيغ؟ الأمازيغ هم أقدم شعب في شمال إفريقيا يذكره التاريخ. تمتد جغرافيا الأمازيغ من البحر الأبيض المتوسط في شمال القارة وصولا إلى جنوبها في الصحراء الكبرى. تعيش أغلب نسبة منهم في الجزائر والمغرب منذ آلاف السنين، وتوجد نسبة كبيرة في تونس وليبيا ومصر ومالي والنيجر وموريتانيا وجميع أنحاء أوروبا. تجمعهم الهوية والثقافة واللغة المعروفة بتمازيغت. من ضمن الأمازيغ مجموعة فرعية عديدة، كما تضم عدة لهجات منها 3 في المغرب مثلا، ولهم علم ثقافي يوحدهم يضم 3 ألوان هي الأزرق والأخضر والأصفر، وتشير كلها لأماكن وجودهم، إضافة إلى حرف الزاي بالأمازيغية الذي يرمز لهويتهم، ولهذا الشعب تقويم زمني خاص. ففي التاريخ الأمازيغي نحن الآن في عام 2970، حيث يرجع إحياء رأس السنة الأمازيغية إلى سنة 950 قبل الميلاد، وهي السنة التي استطاع فيها الملك الأمازيغي شيشينيق الانتصار على ملك الفراعنة رمسيس الثالث، وتأسيس في مصر أسر فرعونية أمازيغية. لكن ما هو تاريخ هذا الشعب؟ ولماذا اشتهروا بنضالهم من أجل الحفاظ على الهوية واللغة المستقلة؟ بحسب معهد واشنطن، تاريخ الأمازيغ يمتد إلى أكثر من 3000 سنة، ولذلك فقد اختلطوا بشعوب عديدة، منهم الفينيقيون واليونانيون، كما خالطوا المصريين القدماء والعرب والمسلمين. لكن خلال القرنين 19 والعشرين قسمت إفريقيا وتم استعمارها من قبل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. حينها ناضل الأمازيغ من أجل مقاومة الاستعمار للحفاظ على ثقافتهم ولغتهم الأصلية. وبعد انتهاء الاستعمار الأوروبي رسميا شاركوا في بناء دول الاستقلال، ثم انتظم بعضهم منظمات وجمعيات تعمل لدعم القومية الأمازيغية، وبدأت في الجزائر الحركة الثقافية الأمازيغية التي نظمت تظاهرات واحتجاجات للاعتراف بعدد من الحقوق، اندلع أشدها في مارس 1980 في منطقة القبائل وتعرف باسم الربيع الأمازيغي. ومن بعدها تشكلت منظمات عديدة رفعت عدة مطالب أخرى، منها جعل لغتهم من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة. وبدأت ثقافة الأمازيغ تنتشر في فرنسا خاصة، حيث لهم حضور لافت في الغناء والأدب. وفي عام 1994 اعترف الملك الحسن الثاني بأهمية الثقافة الأمازيغية في المغرب وبالحاجة إلى تعليم اللغة في المدارس. مع تنامي النشاط الثقافي الأمازيغي ازداد حضورها في الحياة السياسية، فأنتجت الحركة السياسية آثارا ثقافية مهمة، مما أدى إلى إنشاء إذاعة أمازيغية ومحطات أخبار ومراكز للفنون والمسرح والأدب. وبعد رفع مطالبات تم اعتماد الأمازيغية لغة رسمية في المغرب إلى جانب العربية منذ 2011، وتم ترسيمها في الدستور الجزائري عام 2016 ودعمها في المدارس. ومع سعي هذا الشعب للحفاظ على الهوية خلال التاريخ، بقيت الأمازيغية راسخة في ذاكرة التاريخ كواحدة من أبرز وأقدم الهويات الثقافية